بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الجمع المبارك، السلام عليكم ورحمة الله. الشكر يديم النعم. نشكر الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء في هذا المسجد القطب المبارك، ونتوجه بالشكر والدعوات للقائمين على هذا المسجد، جزاهم الله خير الجزاء. أسأل الله أن يثقل موازينهم بالحسنات، وأنتم الذين حضرتم وجملتم هذا اللقاء، أسأل الله أن يرفع أقداركم وأن يحقق آمالكم وأن ييسر أموركم جميعا، آمين. الصلح قيم وقواعد. الصلح كما تعلمون جميعا قيمة شرعية تربوية اجتماعية دلت عليها النصوص، وهي كثيرة جدا، وتتجلى هذه القيمة في آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة. أذكر على سبيل التمثيل ما يلي. قال ربنا عز وجل في سورة النساء العديد من الآيات: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. سورة النساء الآية 114. وفي السورة نفسها الآية 128: والصلح خير. وفي السورة نفسها الآية 65 يقول ربنا عز وجل: وقد سبق في علمه، ربنا يقول: فلا وربك لا يؤمنون. من شروط كمال الإيمان 3 شروط أساسية وردت في الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آية أخرى وردت في سورة الحجرات، خاصة الآية 10. وفي سورة الأنفال في الآية الأولى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فالتقوى هي صمام أمان، والتقوى ضمانة من الضمانات الكبرى لتجذير قيمة الصلح على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأسر وعلى مستوى المجتمع. إذن في الآية كثيرة جدا، والسنة النبوية أيضا وردت فيها الكثير من الأحاديث النبوية. منها ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي خرجه الإمام أبو داود، رقم الحديث 4919، وكذلك الإمام الترمذي في سننه وحسنه: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. إذن فالأحاديث كثيرة، ونجد عند إمامنا الإمام مالك رضي الله عنه وعن الجميع، خاصة في موطئه، وهو ديوان عظيم من دواوين الإسلام، وقد ورد في الحديث رقم 31 في الباب: لا ضرر ولا ضرار. ونجد أحاديث أخرى أيضا تكرس وتجذر قيمة الصلح بأوجه عديدة. وفي البخاري أيضا نجد العديد من الأحاديث، منها الحديث الذي خرجه الإمام البخاري تحت رقم 2693، حينما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن نزاعا قد وقع عند أهل قباء، فقال لهم نبينا عليه الصلاة والسلام وهو إمام المرسلين وسيد المصلحين: اذهبوا بنا نصلح بينهم. فالآية إذن كثيرة والأحاديث كثيرة. وإذا رجعنا إلى مجتمعنا الجزائري لنستثمر المخزون الثقافي الاجتماعي الزاخر الذي ينبئنا على وجه القطع واليقين أن هذا المجتمع الجزائري تجذرت فيه قيمة الصلح،
أصلت فيه قيمة التسامح، فما جاء على أصله لا سؤال عليه. فإذا تحرك الأئمة وتحرك المصلحون في هذا المجتمع نشرا لثقافة الصلح وتجذيرا لقيمة الصلح، فلا يجدون إن شاء الله تعالى عقبات، لأن هذه القيمة تنسجم مع موروثنا التاريخي، تتناغم مع مخزوننا الثقافي الاجتماعي. وإذا رجعنا إلى المصدر الثالث وهو المنظومة القانونية الجزائرية، فالأدلة أيضا كثيرة تترى. أذكر على سبيل المثال لا الحصر، أبدأ بالقانون 75/58 المعدل والمتمم والمتعلق بالقانون المدني في مواد كثيرة. أذكر على سبيل المثال المادة 459، وهي مادة عجيبة جدا قننت تلك القيم، قيم الصلح في هذه المادة بالذات، المادة 459 من القانون 75/58 المعدل المتمم. وكذلك نجد في قانون آخر قديم وهو قانون رقم 75/59 المعدل والمتمم، بدءا من المادة 317 إلى غاية المادة 335. وإذا رجعنا إلى القانون رقم 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية، خاصة في المواد 6 7 8 9، هذه المواد تنص على أمر المصالحة. أما المادة 10 11 12 هذه المواد تنص على الوساطة، لا ميدياسيون، الوساطة. إذن نجد مخزونا كبيرا. إذا رجعنا إلى القانون رقم 08/09، هذا القانون أيضا الرائد اقترح 3 صيغ لدعم قيمة الصلح في الجزائر، بدءا من المادة 990 وما بعدها. الصيغة الأولى تتعلق بالصلح هكذا بالعنوان المعروف الصلح، ثم في المادة 994 وما بعدها نصت هذه المواد على الوساطة القضائية، لا ميدياسيون جوديسيير. ثم جاءت مواد أخرى تتعلق بالتحكيم، الاربيتراج. إذن مواد قانونية كثيرة مبثوثة في المنظومة القانونية الجزائرية. إذن فالذين يتحركون في فضاء الصلح لا يجدون عقبات، بل يجدون ألوانا من الدعم بنصوص شرعية وبنصوص قانونية وبموروثنا الثقافي الاجتماعي الزاخر. ولكن هذه القيمة تحتاج إلى قواعد. أحصينا أكثر من 100 قاعدة. هذه القواعد تضبط نشاط المصلحين في جميع المجالات، في المجال التجاري، في مجال الجمارك جمركي، في المجال المدني، في المجال الجزائي، في المجال الأسري الاجتماعي. والوقت لا يسمح للتفصيل في هذه القواعد، ولكن أذكر بعضا منها. من هذه القواعد قاعدة ذهبية مهمة لا بد أن نتفاعل معها وأن نتمثلها في فضاء الصلح. هذه القاعدة قاعدة الالتزام الشريعة، لأن الصلح جائز بين المسلمين، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. لابد من الانضباط بهذه القواعد الشرعية الواردة في الوحيين، في الكتاب والسنة. ربنا يقول في سورة الإسراء في الآية 9: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وربنا يقول تحقيقا لكرامة الإنسان كما تفضل أخي سليمان، ربنا قال: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض
فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ليس هناك في الوجود، لا في الفلسفات القديمة وفي الحضارات القديمة، نصا يعطي قيمة للإنسان مثل هذا النص القرآني الخالد. وربنا كرم هذا الإنسان كما في سورة الإسراء في الآية رقم 70: ولقد كرمنا بني آدم. وكرامة الإنسان كما قرر السادة الفقهاء، وكرامة الإنسان في آدميته. لابد إذن من مراعاة هذه القواعد المبثوثة في شريعة الله، والتي أصلها علماؤنا واستنبطها علماؤنا بالرجوع إلى مقاصد الشريعة الإسلامية، وباستخدام قواعد الأصول في استنباط الأحكام الشرعية المختلفة، باستثمار ألوان الدلالات كما هي مبثوثة في كتب الأصول، في كتاب الورقات للجويني، وفي كتاب جمع الجوامع لتاج الدين السبكي: دلالة الإشارة، دلالة العبارة، فحوى الخطاب، لحن الخطاب، مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة. نملك كنوزا ثرية جدا إذا أحسننا استثمارها سنعيش في سلم وفي سلام، ونعيش في ظل هذه الشريعة التي تحقق لنا الأمن في الدارين، في الدنيا تمهيدا للأمن والسعادة الأبدية في دار القرار. التزام قاعدة الحياد والموضوعية: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فمما يقوي قيمة الصلح ويجعلها تتحرك بيسر في المجتمع التزام قاعدة الحياد والموضوعية. لابد أن يستحضر الإنسان المصلح، رجلا كان أو امرأة، أن يستحضر الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى. قاعدة أخرى تنصرف إلى ضرورة الرجوع إلى الخبراء. الخبراء ربنا هو الذي قال لنا: فاسأل به خبيرا ولا ينبئك مثل خبير، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. التزامنا لهذه القاعدة الذهبية مما ييسر تطبيق هذه القيمة في حياتنا. القواعد كثيرة، أسأل الله أن ييسر التفصيل فيها في لقاءات أخرى. شكرا لكم سادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.